طيب، ايه المشاكل اللي بتظهر هنا وهنا لو الكميه دي قليله؟ اول مم. حاجه المشاكل اللي بتظهر للام. لو جبنا مثلا الحديد، طبعا مم. الانيميا دي بقى ده بحر. يعني مم. انت اقعد تتكلم على الانيميا من هنا لبكره. اه انت بتتكلم عن الام عندها ارهاق، مش قادره ان هي تقوم بواجباتها العاديه، مش قادره ان هي تقوم تعمل شغل البيت، مش قادره تنزل، مش قادره احنا ده تتحرك. بنتكلم لو هي ام طبيعيه بس. مش بتاخد حديد الغذاء بتاعها كويس. قليل. اه لسه طبعا. هنتكلم عن بنتكلم ام عن الحديد اصلا بس. كانت عندها مشكلات اساسا مرضيه بالظبط. قبل كده. خلينا بالظبط. نتكلم عن الام اللي هي السليمه، اللي الاكل بتاعها او المدخلات بتاعتها قليله، وبعد كده نتكلم عن الام التانية. احنا دلوقتي بالظبط. بنتكلم عن الام الطبيعيه. اه لو هي تمام. مش بتاخد كميه الحديد مم. الكافيه من الاكل لنفسها. لنفسها، مش هيجي للبيبي. فبالتالي هي بشد صحيح. الكلام ده ينطبق على ايه كمان؟ ينطبق على الكالسيوم. مم. تيجي بقى الام اللي كالسيومها قليل، تقول لك ايه؟ انا بقى عظم جسمي كله بيوجعني، مم. وبقى عندي شد في جسمي طول الليل مش بنام منه. مم. ده نتيجة الكالسيوم بالمناسبة قلته بتعمل نوع من انواع الكرامبات او الشد العضلي، وبتظهر بالذات في الجزء السفلي من الجسم، في الاطراف السفلية. مم. ففعلا الام طول الليل هي عندها وجع رهيب في رجلها، بالذات في عضلات السمان. مم. طب ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن قلة الكالسيوم. واللي هي بتحس بيه في اخر اليوم، بتحس بيه في اخر اليوم لان هي خلاص بتسكن بقى، بتهدى، فيبدا الوجع اللي كان متداري بحركه، بنشاط، بكلام مع الناس، بشغل البيت، يبدا كل المؤثرات دي تروح، مم. فالوجع يظهر. مم. يبقى الحديد والكالسيوم دول لابد ان انا اخد بالي ان انا باخدهم عشاني وعشان ابني. تمام. لان كمان لو اتنين قالوا بالمناسبه، الطفل هيبقى عنده انيميا. ايوه، والانيميا اصلا عندنا في مصر، في اطفال مصر، موجوده بنسبه 35%. عشان سوء التغذيه طبعا. يعني يعني في احصائيات جديده مم. وصلتها ل 55. مم. 55 ده يعني انت بتتكلم ان كل طفلين فيهم واحد عنده واحد انيميا. وده رقم كبير جدا. صحيح. الانيميا من اكتر الاسباب اللي هي للاسف بتبقى بنسميها الامراض السايلنت او الصامته، اللي ما بتبقاش ظاهره. واما تيجي تعالجها بتبقى غالبا لما بتيجي تظهر اعراضها وبتعالجها، بتكون هي سابت اثرها سلبيه على الجسم، من اول المخ بقى لحاجات تانية كتير. نرجع حاجات. لنقطة الانيميا ايوه. عند الطفل، فبالتالي يبقى الطفل بيرضع رضاعة طبيعية ومطلقة وبياخد كمية لبن كويسة، هو عنده انيميا بس عنده انيميا. لان الكميه اللي بياخدها هي مش اه مشبعه بالحاجات اللي هي بالظبط. المفروض بالظبط. تبقى مشبعه بيها. ليه بقى؟ لان الحديد والكالسيوم من الحاجات شوية بنسميها الانانية. يعني ايه؟ يعني مستحيل تعدي من اللبن غير لما تكون مخازن الام مليانة، مم. فالزيادة يعدي. في ايه يزود لنا الحديد ويزود لنا الكالسيوم؟ الحديد زي ما كلنا عارفين، انا عارف الموز، السبانخ. السبانخ، اه. الفاكهة اللي بتسود، تفاح، الموز والتفاح. عسل اسود، مم. بنجر، صح؟ الحاجات صح. دي مشهورة. اه مشهور. غلط. مم. هي الحاجات مشهوره، انا ما قلتش ان هي صح، انا قلت ان انت هي قلت مشهوره. لا لا قلت لا، انت مشهوره. وقعت في ده غلط. انا عارف السبانخ في الحديد على فكره. اه غلط دي. كل ده غلط. ما شاء الله. حتى تمام. ال 50% بقت غلط. ماشي. ما هي دي بقى برضه نقطة مهمة ناخد بالنا مم. منها. تيجي تقول للأم الحديد انا باكل موز وباكل تفاح مم. وعندي برطمانين عسل اسود بخلصه. اه. دولت مش، وللاسف برضه زي ما اقول لك دكتور جزاه الله خيرا يعني اللي ادانا المحاضرات دي اول ما دخلنا الكلية، مصطلحات كل المفاهيم الخطأ. اه. تمام. مم. كان برد في المعده. تاني حاجه، الحديد مش موجود لا في البنجر ولا في العسل الاسود ولا ايه الكلام ده. الحديد موجود في ايه؟ الحديد موجود في الكبده وفي اللحمه وفي الفراخ. البروتينات كلها. الحاجات مم. الاساسيه هي ده مم. المكون الاساسي للحديد، مم. سواء كبده اللحمه او كبده الفراخ مم. او اللحوم العاديه او الفراخ. تمام. تمام. وده برضو بقى، بس ان شاء الله بقى لو كملنا السلسله قدام وخلصنا الرضاعه ودخلنا في سلسله التغذيه، مم. فيقول لك ازاي اكل كبده للطفل. فكبده الفراخ الطفل ياكلها افيلابل من اول 6 شهور. تمام. مهم يعني. فالام لازم تاخد بالها من العناصر دي. طيب، في تيجي الام تقول لك انا باخد حديد. مم. ايوه حضرتك بتاخدي حديد، ده مكمل مم. مش اساسي. ودي برضو حاجه لازم يعني، هي الشيء بالشيء يذكر يعني. مم. برضو مفهوم حتى ده الكبير والصغير على فكره، ما ينفعش هنا يبقى مفهومي في ان انا اخد احتياجات الغذائيه على الدواء. يعني اه. ما تقولش لواحد مثلا هل انت محتاج تاخد فيتامينات، كبير في السن مثلا او معدي ال 40، يقول لك انا باخد سنترم، باخد الدواء الفلاني، باخد الفيتامينات الفلانيه. اه. ايوه، طب بالنسبه لحضرتك الفاكهه والخضار، لا هو تلاقيه اصلا ما يفهمش شكل، انا نسي شكل باخدها طبق السلطه. اضافيه، ما اخدهاش اساسيه. بالظبط. مهم. ونفس الكلام في الطفل. مم. انا ما ينفعش ان انا اتعامل مع ابني بالمكملات. مم. عنده نقص حديد اديله حديد، عنده نقص كالسيوم اديله كالسيوم، عنده ما بياكلش فاكهه كويس اديله فيتامينات متعدده، لان كل الدواء ده، ودي برضو قاعده اتعلمناها في الطب يعني، اي دواء هو عباره عن سم. اي دواء فيه نسبه سم، فما يبقاش ده بعكس الاختيار الاول. الاكل الطبيعي يعني. بالظبط. طيب ده كان الحديد.
للحديد. اخر نقطه هقولها في الحديد برضو مم. عشان برضو تبقى الناس عارفه او الام ضميرها مستريح انها بتاخد حبايه الحديد، ان اصلا ممكن اكتر من 30% من الحديد ده مش بيمتص اصلا، مم. حتى الحديد اللي احنا بناكله. فبالتالي انا محتاج اخد بالي من الكميات، ومحتاج اخد بالي من ان انا، ده بقى الكلام شويه المعروف وصح، مم. ان في حاجات بتاثر على امتصاص الحديد. يعني يقول لك لما تاكل اكله فيها بروتينات او حديد ما ينفعش تشرب بعديها شاي، مم. عشان الشاي بيأثر على امتصاص الحديد. وبيكسر الحديد دي وكده. معلومه صح. حلو. طيب ايه الحاجات اللي بتزود امتصاص الحديد؟ عارف انت لما بنروح ناكل سندوتشات كبده اه. ادونا معاها ليمون، اه. او الليمون فعلا بيزود امتصاص الحديد. طب ما طلعت الحاجات الموروثات طلعت حاجات ايه كويسه. معينه يعني امال احنا سيلكتيف، يعني قليله بصراحه، عشان ما يبقاش الليمون. كله ضرب يعني. الليمون بعد الاكل الحديد بيساعد على امتصاص الحديد. بالظبط. تمام. عكس الشاي طبعا. مهم. تمام. طيب النقطة التانية للكالسيوم. مم. الكالسيوم ده بقى لا معلوماته يعني خلاص الناس عارفة ان الكالسيوم موجود فين؟ في في اللبن اللبن وفي والبيض. الجبن والبيض. مم. وفين كمان؟ يعني عين الجمل والبقدونس بالمناسبة من الحاجات اللي مليانة بس كالسيوم. احنا بنتكلم عن الحاجات الاسهل والمنتشره اكتر يعني لو ام تقول لك انا ما باكلش بيضة بتاع، هاتي مم. بقى كل يوم وانت مروحة ربطة بقدونس. مم. يبقى في كده هي رمضان غطت. عين الجمل دي بتاعتك انت بس، اه. مش بتاعت حد تاني من افراد الاسرة. يبقى كده احنا غطينا الاحتياج من الحديد والكالسيوم. كده احنا بالظبط. ادينا رضعه فيها كل المكونات يعني الاساسيه، بالظبط. مشبعه بالظبط. ومفيده للطفل. ككمية مم. وككيفية. تمام. طيب دلوقتي لو الام كانت سليمه، احنا هنفترض بقى ان الام مريضه او بتتلقى علاج، او وهي في فتره الرضاعه بتعالج، بتاخد ادويه خارجيه. ايه يعني مدى تاثير دوت على اللبن، مدى تاثير ده على الطفل؟ يعني هي دلوقتي بتاخد ادويه، الادويه ديت يعني هتنزل مع اللبن للطفل ولا ايه الموضوع؟ برضو اللي انت قلتها دي بصراحة يعني هي فعلا نقطة مهمة جدا، وبرضو للأسف بنشوف فيها تعامل خاطئ. مم. التعامل الخاطئ ده بيبقى انت ممكن، وده يجيلك للأسف بعد فوات الأوان. يعني ممكن تيجي الأم والبيبي عمره شهر، اقول لها يا مدام بيرضع طبيعي ولا صناعي؟ تقول لي بيرضع صناعي. ليه؟ صناعي عشان انا اصل انا تعبانه مثلا. باخد دواء. مم. حضرتك بتاخدي دواء ايه؟ والله انا وقفته بقالي اسبوع، اصل انا زوري تعب وباخد مضاد حيوي ومسكن. طب مين اللي قال لك توقفيه؟ ما هو طبيعي انا ماما باخد اللي قالت دواء، لي. مم. ما هوقف الرضاعة يعني. مم. فالموضوع ده لازم نبقى عارفين ان الادويه دي بتنقسم 3 اقسام. دواء ينفع ارضع معاه بشكل امن تماما، تمام. ودواء ما ينفعش ارضع معاه نهائي، ودواء يا اما الدراسات حواليه محدوده، يا اما الموضوع بيرجع للطبيب المعالج ان هو اللي بيقرر ادي ولا ما اديش. وده بيتقاس حسب الجرعات والكميات اللي الام بتاخدها. يعني مثلا دواء مشهور جدا اللي هو الفلاجيل، او اللي هو الماده الفعاله اسمها مترونيدازول، اللي بيتاخد في النزلات المعويه او في الاميبا او الكلام ده. الدواء ده لو تركيزاته قليله عادي الام بتاخده عادي مفيش مشكله، والطفل وترضع الطفل. مم. لو كميه كبيره لا، لو تركيز معين بشكل ما بنوقف. بنقدر نحكم ازاي؟ يعني مين اللي بيحدد اللي الدواء ده لابد ارضع معاه ولا لا؟ لابد ارجع للدكتور. الدكتور. لابد. مهم. يعني اي دواء الام بتاخده لابد انها ترجع للدكتور، وما تعتمدش تماما على كلام اللي حواليها او على النصايح او على كلام اي حد غير المتخصص. ده لو مرض عارض يعني او علاج عارض. حتى لو مزمن. حتى لو حتى مزمن. لو مزمن في ادويه كتير المزمنه الناس بتاخدها، الامهات بتاخدها والرضاعه ماشيه عادي جدا. يعني ام بتتعالج من الضغط مثلا او في ادويه بتتعالج من ضغط ما السكر فيش فيها مشاكل. عادي، وفي ادويه سكر ما فيش فيها مشاكل، وترضع معاها عادي. وترضع وما فيش فيها مشكله خالص. ممتاز. يعني فاهم قصدي؟ اه. فبالتالي لابد ان انا عندي ارجع المحور ده كله في الموضوع ده ان انا ارجع للطبيب. مم. الدكتور هيقول لي والله الدواء ده خديه او الدواء ده وقفيه. احيانا كمان خد بالك ممكن تكون الام بتتعالج من حاجه معينه قبل ما تكون اصلا حامل وقبل ما تخلف، مم. وغير الدواء ده بحاجه تانية بتؤدي نفس الغرض بس تكون امنه في الرضاعه. تمام. يعني عندي بدائل، المهم ان انا مش هوقف الرضاعه، ما وقفش الرضاعه من نفسي. ما اوقفش الرضاعه من نفسي. اه. مم. النقطه التانية طالما جبنا سيره الادويه نجيب سيره الامراض بقى. مم. معظم الامراض معظمها جزء كبير جدا منها ما يمنعش الرضاعه، اللهم الا امراض قليله جدا زي مثلا لا قدر الله الايدز مثلا، او مهم. امراض فيروسيه معينه. الامراض دي اللي ممكن بنوقف معاها، لكن انت مم. عندك معظم الامراض البكتيريه، معظم الامراض يعني الفيروسيه. الام جالها برد مثلا عادي ترضع عادي؟ جالها برد وجالها كحه وجالها التهاب في اللوز وجالها مش كل ده ده عادي كله جدا. عادي. جالها نزله معويه، جالها التهاب جالها فطريات، كل الادويه دي اه. بالامراض بتاعتها دي 90% حاجه مطمئنه منها جدا يعني. اه ما لا دواها ولا المرض ولا علاجه يمنع الرضاعه الطبيعيه. تمام. طب انا ايه اللي يخليني اخش كأم في الدايليما دي؟ مم. ما امن نفسي وامن البيبي.
ده يرجعنا بقى لاول حلقه او تاني حلقه اتكلمنا فيها، مم. لما زي ما كنا بنتكلم لو تفتكر لما قلنا انا عارفه ان الرضاعه الطبيعيه مهمه، بس هي مهمه لحد فين؟ يعني هل هي مهمه لدرجه ان انا اوصل لمرحله اني انزل للدكتور واحاول اغير الدواء واستحمل مهم. واخد الريسك؟ الاجابه مم. اه. مم. لان لا هو اللي هيحدد لي، هو اللي يديني القرار، هو اللي هو هيوجهني. بالظبط، مهم. لان دي حاجه التوقف عنها مش سهل. مم. وانا يعني بصراحه لن امل يعني ان انا اقعد انوه عن ان انا كل رضعه طبيعي الطفل بياخدها من صدر مامته لحد اخر نقطه لبن هي مفيده، الموضوع يستاهل. يستاهل. وانك تتمسك حتى لو بوصل لمرحله، عارف احيانا بتجي الام في، طبعا وده برضو شيء ان شاء الله هنتطرق ليه بعدين، ان خلاص انت مضطر تدي صناعي طبيعي، مم. والصناعي هيقعد واللبن الطبيعي هيقعد يقل. انا بقعد اقول للام وافضل معاها ونفضل نعمل كل الوسائل عشان اطول فتره الوقف. يعني ايه؟ يعني مثلا لاي سبب ما الام محتاجه ان يدخل صناعي من الطبيعي، مم. بنسبه كبيره جدا مع الوقت لبن الام ده هيقف خالص. تمام. ممكن يقف والبيبي عمره شهرين، وممكن يقف والبيبي عمره سنه. فاحنا بنحاول ان احنا نمد اه بالظبط، نطولها يعني. بالظبط، لان كل يوم بيعدي الرضاعة الطبيعية او انا أهم. بقرب مم. من العمر اللي بوقف فيه الرضاعه اللي هو سنتين يعني. مم. ده العمر اللي انت بتوقف فيه الرضاعه. سبحان الله، يعني الطب زي يعني طبعا بيثبت كلام ربنا سبحانه وتعالى لما قال وفصلوه في عامين لمن اراد ان يتم الرضاعه. مم. فعلا انت يعني الطفل محتاج لبن الام مم. لحد عمر سنتين. تمام. ما قبل السنتين انت اثرت فيه بشكل جزئي، بس طبعا فرق شاسع ان انا بطل الرضاعه الطبيعيه عند سنه و9 شهور او سنه و10 شهور، او عند سنه ونص، او عند سنه، او عند 6 شهور. طبعا كل ما المدة كانت اكتر كل ما بالظبط. كان احسن للطفل كل يعني. كل ما كانت وللام برضو. وللام بالظبط. تمام. عندنا النقطه الاخيره بقى دي اللي هنقفل بيها بقى الحلقة بتاعت المشكلات دي ان شاء الله. ان شاء الله. لو الام عندها نوع من انواع الارهاق، مم. خد بالك ممكن ارهاق الام ذات نفسه يؤدي الى ان اللبن يقل. مم. يعني لو الام عندها كانت مضغوطه مثلا بشكل ما، يعني في الفتره ديت بعد شهرين ثلاثه بينقلوا من مكان لمكان، مم. او لو هي مثلا كان اضطرت لاي ظرف ما مجهود تنزل. عارض يعني. بالظبط. مم. فعلا ده بيؤدي لان يحصل اللبن يقل، مم. وهي ما غيرتش اي حاجه، ما غيرتش الغذاء، ما غيرتش الشرب، ما غيرتش اي حاجه من العادات بتاعتها. بس بياخد وقت وبيرجع للحالة الطبيعية بتاعته تاني. لابد ان انا اخد بالي بقى ان انا لازم يبقى فيه جزء من الراحه في الاوقات اللي فيها ضغط بشكل ما في نتيجه اي وضع اتغير. تمام. ساعه او ساعتين لابد ان انا اعمل ده واهدي الدنيا خالص. لو انا نمت ساعتين في نص اليوم واديت البيبي لاي حد من يعمل لي قرايبي ريفريش ريستارت. هيفرقوا جدا، اه ويخلوني استحمل مجهود لحد تاني يوم. تمام. تقريبا كده احنا غطينا معظم المشكلات اللي هتواجه الام، اللي بيها قللنا او اللبن بقى الطبيعي بقى قليل. هنبدأ بقى ندخل خلاص قرار الطبيب هو اللي قال ان احنا هندخل لبن صناعي. لبن صناعي هندخل بنسبة قد ايه، بكميات قد ايه، التفاصيل دي كلها احنا محتاجين نعمل لها حلقة، اعتقد يعني حلقة مطولة يعني. فنختم الحلقة النهاردة على كده، ونوعد اللي جاي ان احنا نتكلم في اللبن الصناعي هندخله ازاي مع الطبيعي، ونتكلم في تفاصيله بشكل اوضح يعني. ان شاء الله. اشوفك على خير. ان شاء الله. شكرا.